مين كان يصدق ان غسيل المواعين هو اللي ينقذني في فترة الامتحانات؟ اليوم ال40 من تحدي صحيان الفجر ولسه مستمرين مع فترة الامتحانات اللي بجد مش عارفة هي عايزة مني ايه. بدأت اليوم وانا بحاول اكون هادية، عملت روتين عادي، غسلت اسناني والمضمضة وقرأت القرآن. كان يوم جمعة فكنت ناوية انزل اتمشى، بس صحيت متأخر شوية فقلت اساعد في البيت وانزل اجيب طلبات ومنها اكون غيرت جو. رجعت اخدت دش وعملت روتين وفطرت وقعدت خلصت شوية شغل، لان ليالي وايام الامتحانات دي انا حرفيا بنسى اني بشتغل وفي حاجات ورايا من كتر ما مخي مقفول بس على المذاكرة. بعدها بدأت المعركة مع المادة الجاية، علوم الحديث، يعني احاديث كتير المفروض احفظها وانواع علوم كتير لازم امر عليها. وصدقوني انك تاخد لمحة بس بسيطة في كل علم من العلوم دي ده معناه الكثير والكثير من المذاكرة. المشكلة المادة دي حفظ صرف وانا مخي خلاص جاب اخر، مش قادرة امسك كتاب وبذاكر الساعة الواحدة بالعافية. وهنا بقى يا جماعة بيظهر معانا فقدان الشغف اللي بجد لما تحس ان مخك خلاص عمل بلوك، مش قادر يستوعب اي حاجة وبتقرأ السطر 10 مرات كأنك بتقرأ لغة جديدة. انا فعلا ما كنتش بتدلع، غيرت مكان المذاكرة مليون مرة وجربت كل الطرق عشان بس اقدر اقاوم الاحساس ده، والموضوع قلب معايا باكتئاب حقيقي لان ورايا منهج لازم يخلص وعقلي وجسمي رافضين يساعدوه. قفلت المذاكرة على كده في اول يوم، وتاني يوم قمت وانا كل نشاط وحيوية، ذاكرت ساعة واحدة ورجع نفس الاحساس المقبض تاني. قلت لا انا مش هسيب نفسي للاحساس ده، عمل سندوتش كوباية شاي واتفرجت على فلوج الباريس وقلت يلا بقى نقوم نذاكر. لقيت نفسي عايزة انام، قلت خلاص خدي نص ساعة وروحي نامي. انا نمت الساعة 8 الصبح، صحيت الساعة 3 العصر مش عارفة ازاي. قمت وبرضه مش قادرة. ماما واختي لما شافوني تعبانة ومضغوط حبوا يخرجوني من المود ده، فجهزوا لي مسلسل كوري واحلى اكلة اندومي، بس برضه المشكلة ما اتحلتش. عارفين اتحلت امتى؟ المفاجأة لما قمت غسلت المواعين فصلت دماغي تماما ورجعت قعدت باتفاقية جديدة مع نفسي، بقيت اقرا واسجل ملاحظات بسيطة ورفعت المنهج تاني على نوت بوك الان وخليتها تشرح لي حتة حتة تعمل لي امتحانات. وجس وات، خلصت المنهج كله. جه وقت الامتحان جهزت نفسي ونزلت وانا كل امل. دخلت اللجنه ويلا يا جماعه فين الامتحان اللي هنعوض فيه، وجه الامتحان ويا ريته ما جه. اول 5 اسئله مش عارفه احلهم، والمصيبه انهم من جزء الدكتوره اللي كنت مركزه فيه اللي كان جايب لي اكتئاب ده. اروح للصفحه التانية مش عارف، الصفحه التالتة مش عارف، لحد ما وصلت للجزء الدكتوره التانية واخيرا القلم بدا يجري ويحل. الدكتوره الاولانيه للاسف طلعت جايبه حاجات اصلا مش مكرره علينا، والاسئله جايه من طرق ومقاطع عمرنا متوقعنا انها تيجي منها. خلصت الامتحان وانا محبطه الصراحه ومتضايقه جدا، بس الخبر الحلو اني خلاص خلصت الماده دي وخلاص فاضل مادتين والرحله تنتهي. قلت قبل ما اكتئب الماده الجايه هاخد وقت لنفسي، اتفرجت على مسلسل، اكلت ونمت وقضيت باقي اليوم مع العيله وخلصت شغلي وبس كده. هانت يا جماعه، تفتكروا المادتين اللي جايين هيعدوا على خير؟ استنوني بكره عشان تعرفوا. سلام.